بتبدأ حكايتنا مع الأربع إخوات دول اللي بيكونوا عايشين لوحدهم بعد وفاة أبوهم وأمهم. وبنشوف ميناتو وهو بيكون بيعرفنا على إخواته، وبيعرفنا بأخوه الكبير اللي بيكون اسمه هاياتو اللي بيكون معلم في المدرسة. وبعدها بيعرفنا على ميكوتو اللي بيكون أكبر منه بسنة، وأصغر واحد ريتو الصغير. وبيكونوا بيحسوا بالوحدة بعد خسارة أمهم وأبوهم. وهاياتو بيقول لهم إنهم يخلصوا علشان يروحوا للمدرسة، وميناتو بيكون بياكل العيش ببطء. ولما هاياتو بيقول له اخلص علشان تروح المدرسه، هو بيرد عليه وبيقول له لسه في وقت. وبيجي ميكوتو بيقول لهاياتو ان هو خلص غسيل الهدوم، وبيقول له ان هو ينشفها دلوقتي. فهاياتو بيعتمد عليه وبيقول له يلا خلصها بسرعه. وميناتو بيكون عاوز ان هو يساعدهم، ولكن هاياتو بيرفض العرض دوت، ان هو طبعا كل مره بيبهدل الدنيا وبيخرب الدنيا على الفاضي، لان هو مش بيكون منظم. وبيطلب منه ان هو ياخد هيتو الى المدرسه. وميناتو بيكون محبط على الاخر علشان هاياتو مش بيكون بيعتمد عليه زي ما بيعتمد على ميكوتو. وبعدها بنشوف صديقة ميناتو كوتا هي واخوها الصغير، وبيكونوا رايحين مع ميناتو وجوتو للمدرسة. وبعدها بيفتكر ميناتو وأوتا انهم نسيوا يكتبوا الواجب، فبيستعجلوا للمروح للمدرسة علشان ياخدوا الواجب من صديقهم نجايتو. بيقول لكايدو لميناتو ان اخوه بيكون اتأخر النهارده. وميناتو طبعا اول ما بيشوف اخوه ان هو جاي متاخر بيكون محبط جدا، ان هو بيكون زعلان ان هو علشان ما ساعدوش، عشان كده هو بيكون اتاخر. المهم ان هو بيديه الهدوم الرياضيه بتاعته اللي هو ناشفها له. وميناتو بيكون مصدوم من طيبه اخوه. بعدها بنشوف هاياتو اللي بيكون نايم من كتر التعب من كتر التصحيح في المدرسه. وزمالاته في الشغل بيكونوا بيحاولوا ان هم يساعدوه على قد ما بيقدروا في اي حاجه تخصه. وبعدها بيروح هاياتو للبيت علشان ينام. وبعدها ميناتو بيصحى من النوم فبيلاقي اخوه هاياتو بيكون نايم، فعشان كده بيفصل المنبه. المهم ان تاني يوم بيصحى وبيكون بيشم ريحه دخان، وبيلاقي ان ميناتو بيكون بيحاول ان هو يعمل الاكل لكن حرق الدنيا كلها. المهم ان هو بعدها بيبهدله وبيأنبه على اللي هو عمله دوت. وميناتو طبعا بيكون متعصب جدا، وبعدها بياخد بعضه وبيجري على المدرسه على طول. ويوتا بتقول لميناتو هو انت زعلان ليه، هو في حاجه؟ فهو بيقول لها ان مفيش اي حاجه خالص. هو بعدها بيقول لها ايه رايك نروح نلعب دلوقتي؟ فهي بتقول له انا ما عنديش وقت ان العب فيه، وبتقول له انها بيكون عندها تدريب دلوقتي ولازم تروح. وبعدها ميناتو بيروح على طول على البيت، وبيقابل اخوه جيتو وهو بيكون مروح في البيت، وبيكون بيتفرج على صورة الالعاب النارية. وبيقول له انت عاوز تروح علشان تتفرج على الالعاب النارية؟ وجيتو بيرد عليه وبيقول له ايوه انا عاوز اروح علشان اتفرج على الالعاب النارية. ويقول له انا بس ما اقدرش ان انا اقول لاخويا هاياتو. وبيقول له انا مش هقدر اقول لاخويا هاياتو ان هو طبعا بيكون بيجي من الشغل بيكون تعبان جدا. فميناتو بيقول له ما تقلقش انا هاخدك وهوديك لهناك. وبيقول له ما تقولش لاي حد حتى ميكوتو. وبعدها هو بيروح وبيكسر الحصاله علشان يروحوا يتفرجوا على الالعاب النارية. وميكوتو طبعا بيكون شافهم وهم بيطلعوا الفلوس. وبعدها بيروحوا علشان يوصلوا لمكان المهرجان بتاع الالعاب الناريه. وبعدها بيشوفوا ان هم وصلوا لمكان المهرجان. وبعدها بياخدوا بعضهم وبيروحوا للالعاب الناريه علشان يلعبوا بيها. وعلشان الالعاب الناريه يلعبوها هيبداوا لعبها الساعة 8 بالليل، وهم بيكونوا وصلوا بدري جدا. وبيلاحظ ميناتو ان بيكون في ابن ماشي مع ابوه، وبيفتكر لما كان بيجي مع ابوهم وامهم هنا علشان كانوا بيتفرجوا على الالعاب النارية. وبعدها بيلاحظ ان اخوه جيتو بيكون اختفى من المكان كله. وبعدها بنشوف ان هاياتو رجع من الشغل، وهاياتو بيسأل جيميجوتو على اخواته الصغيرين، وهو بيرد عليه وبيقول له انهم بيلعبوا عند الجيران. وبعدها بياخدوا بعضهم وبيروحوا للجيران، واول ما بيروحوا هناك وبيسالوا عليهم مش بيلاقوهم هناك. وبعدها بيسمعوا اصوات الالعاب الناريه. وبعدها ميجوتو بيعرف ان هو ليه كان بياخد الفلوس بتاعته علشان يروح ويسمع الالعاب الناريه. وبعدها بيروحوا المكان المهرجان بتاع الالعاب الناريه وبيكونوا متعصبين جدا. وبيقول ميكوتو لهاياتو ان ميناتو مش بيكون عاوز يتعبك علشان انت بتكون بترجع للشغل بتكون متاخر وبتكون تعبان جدا. وبعدها بنشوف ميناتو هو بيكون بيدور على اخوه الصغير، وللاسف مش بيكون لاقيه وبيكون حاسس ان هو خلاص خسر اخوه. وبعدها هاياتو بيوصل علشان يطمن عليه، وميناتو بيكون قلقان جدا انه اخوه الصغير بيكون تاه منه. وبعدها بيشوفه جاي يجري وهو بيحضنه وبيكون خايف عليه جدا. وبعدها بيتفرجوا هما الاربعه على الالعاب الناريه. وبعدها هاياتو بيقول لميناتو بيقول ان بكره بيكون السبت، علشان كده انا هنام لوقت متاخر شويه بسبب الشغل، علشان كده هسيب غسل الهدوم عليك انت. وميناتو طبعا بيكون فرحان جدا ان اخوه الكبير هيعتمد عليه وهيسيب له غسل الهدوم. وفي اليوم التاني بتيجي اوتا وبتقول لميناتو صاحبه ايه رايكم نروح وناكل بره. وميناتو بيلاحظ ان هو بيكون نسي اكله في البيت. وبعدها بيجي نيكوتو وبيديله الاكل بتاعه. وبعدها بيجي نيكايدو وبيقول له ايه رايك تيجي تاكل معانا بره. وميكوتو بيوافق وبيروح معاهم. وبنلاحظ ان ميناتو واوتا بيكونوا بيلعبوا مع بعض، ونيكايدو بيسأل ميكوتو ليه بتهتم بميكاتو. وميكوتو بيقول له هو انت بتسأل ليه؟ ونيكايتو بيقول له علشان مش بيكون عنده اي اخوات، علشان كده انا حسيت بالغيرة منكم. وميكوتو بيفتكر لما كان صغير ازاي كان بيحس بالغيرة من اخوه الصغير ميكاتو.
ولما ميكوتو اخد درجة عالية وكان رايح وكان فرحان بيها جدا وراح يوريها لامه، وساعتها ميناتو كان تعبان جدا، وساعتها قرروا ان هم ياخدوه للدكتور وما شافوش الدرجات العالية بتاعته، وساعتها هو كان زعلان جدا، وميكوتو بيكون غيران جدا منه، وبيلاحظ هاياتو ان ميكوتو بيكون بيخبي حاجه ورا ظهره، وبيلاحظ هاياتو ان ميناتو بيكون واخد درجات عاليه جدا، وبيبدا ان هو يمدح فيه ويشكره علشان درجاته بتكون عاليه جدا، وميكوتو طبعا بيكون فرحان جدا بسبب الكلام اللي اخوه الكبير بيقوله له. وفي اليوم الثاني المدرسه بتشكره علشان درجاته العاليه وخطه اللي بيكون جميل جدا، وميناتو بيكون غيران جدا عشان كده بيشخبط على الورقه بتاعته، وميكوتو طبعا بيلاحظ ورقته، وميكوتو بيقول ميناتو هو عمل كده ليه، وميناتو بيكذب على ميكوتو وبيقول له ان هو ما بيكونش عمل كده، وبعدها بيقول له امال انت ايدك ملطخه بالحبر ليه، فهو بيقوم وبيروح زقه على الارض، وبعدها ميكوتو بيكون متضايق جدا وبيقوم هو كمان ويروح زقه على الارض، وميناتو بيبدا ان هو يصرخ، فبتيجي امه وتقول لميكوتو هو انت ليه ضربته، اخوك الكبير ولازم تحسن تصرفاتك دي وتتاسف لاخوك، والغيره طبعا بتبدا تزيد اكتر واكتر، وهاياتو بيروح علشان يطمن على ميكوتو، وبيلاحظ ان هو كمان وقع على دماغه، وبيبدا ان هو يعالجه، وبعدها بيقول له انا عندي هديه صغيره بتكون ليه علشان ينسى الوجع اللي هو بيكون حاسس بيه، بعدها بيطلع له الهديه الصغيره وبيديها له، وبيفرح ميكوتو جدا بالهديه ديت، وبيبدا يلعب بيها لحد ما بيجي ميناتو، وساعتها هو بيخبيها علشان ميناتو طبعا ما يخربهاش، وبيحس ميناتو ان هو بيكون مخبي اي حاجه عنه. وفي اليوم التاني ميكوتو بيكون بيقرا كتاب، وبعدها بيخلص وبيروح علشان يلعب بلعبته، وبيلاحظ ان اخوه ميناتو بيكون بيدور في الحاجات بتاعته، وبعدها ميناتو بيلاقي اللعبه اللي هو اخدها من اخوه، وبعدها على طول بيجري على ميناتو علشان ياخد منه اللعبه بتاعته، ولكنها بتقع على الارض وبتتكسر بالنصين، وميكوتو طبعا بيكون بيحاول ان هو يصلحها لكن للاسف من غير اي فايده، والغيره ما بينهم بتكبر جدا، وميناتو بيقول له ان هو بيكره اخوه جدا، وبيقول له ان هو بيتمنى ان هو ما كانش اتولد من الاول، وميناتو بيتصدم من كلام اخوه، وبعدها بيطلع من البيت علشان هو بيكون متضايق من اخوه جدا، وبعدها بيجي هاياتو وبيكون شايف اخوه الصغير بيكون قاعد لوحده، فهو بيقول له يلا علشان نروح للبيت، فهو بيقول له انا مش هروح للبيت علشان انا غلطت في ميناتو علشان هو كسر لي اللعبه، وانا مش عاوز اقعد معاه علشان هو بيكون بيكرهني جدا، ولكن هاياتو بيقول له ان هو بيكون غلطان جدا ان اخوه بيحبه، ولكنه بيكون بيشعر بالغيره منك علشان هو بيكون عاوز يكون زيك. فميكوتو طبعا اول ما بيسمع الكلام دوت بيكون فرحان جدا، واول ما بيروح البيت مش بيلاقوا مياتو وبيكون في البيت خالص، وهو طبعا اخوه بيكون تعبان وبيكون عاوز ينام، فهو بيعرف ان هو بيكون جرح اخوه بكلامه دوت، وبعدها ميكوتو بيروح له وبيتاسف له على اللي هو عمله كل دوت، وبعدها هو بيديه اللعبه بتاعته وبيقول له ان انا اسف ان انا حاولت ان انا اصلحها لكن انا ما عرفتش، وبعدها هما الاثنين بيتصالحوا، وبعدها بيجي ميكوتو وبيبدا ان هو يعلم اخوه الرسم وان هو خطه يكون حلو جدا، وبعدها هما الاثنين بياخدوا درجه كامله، وبعدها بيروحوا هما الاثنين لامهم وبيوريها الدرجه الكامله اللي هما اخدوها، وامهم بتشكر ميكوتو ان هو ساعد اخوه علشان ياخد درجات عاليه زيه، وميكوتو طبعا بيكون فرحان جدا بكلام امه دوت، وبكده بيكون خلص الجزء الاول. فلو عجبكم ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس، ولو عاوزيني انزل الموسم الثاني من الانمي دوت اكتبوا لي في الكومنتات، ويلا سلام سلام سلام.